السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو إن شاء الله مسافرين العمرة فهاقول لكم الفلوس أو الريالات هنجيبها منين. أول حاجة طبعًا لازم يبقى عندنا حساب في البنك عشان نقدر ناخد منه ريالات ويكون عليه تعاملات. تاني حاجة مهمة جدًا إن إحنا نعملها قبل لمّا نسافر، نعمل فيزة مشتريات ونحوّل الفيزا دي إن إحنا نعملها دولي، علشان وإحنا هناك لو الفلوس اللي معانا خلصت فنقدر نستخدم فيزة المشتريات هناك ونقدر نسحب منها فلوس. دي حاجة مهمة جدًا لازم تعملوها. تاني حاجة وأنتم هناك لمّا تيجوا تجيبوا هدايا ما تجيبوش أول ما تروحوا، لإن أنتم هناك ممكن تطلع لكم مصاريف ومواصلات وحاجات ما تكونوش عاملين حسابها، فخلّوا بالكم إن أنتم تجيبوا الهدايا في آخر يومين بس وأنتم راجعين. تالت حاجة إن أنتم تبقوا عاملين إن يبقى معاكم فلوس أو ريالات وأنتم رايحين المطار، ما تضمنوش ممكن يطلبوا منكم تغليف الشنط، هتشتروا مَيّة زمزم، ممكن تطلع أي مصاريف، فخلّوا بالكم إن أنتم لازم يبقى معاكم ريالات وأنتم رايحين المطار. طب رابع حاجة إن أنتم هناك لمّا تيجوا تركبوا عربية، فعايزة أقول لكم إن أنتم بتفاصلوا مع الناس هناك، لإن مثلًا هو ممكن يقول لك 20 ريال ممكن أنت تقول له 10 وبيوافق، فخلّوا بالكم برضه من الجزئية دي وتروحوا ترجعوا بالسلامة وربنا يتقبل منكم.